السلام عليكم. اليوم باغي نصايب معكم كيكة بيضة وحدة. نبداو على بركة الله. عندي في المقادير 5 البنانات صغار شوية، دوكا نمعسهم. ملي معستهم دابا غنزيد ليهم بيضة وحدة، كاس تاع سنيدة عامر تاع العنبة، معلقة كبيرة تاع العجينة تاع الليمون، فانية وحدة، وغنطرب. غنزيد ليهم دابا كاس معمر تاع الزيت، ياغورت فاني، رشة الملح، كاس تاع الحليب، نفس الكاس تنعبر به. عندي هنا 2 كيسان تاع الدقيق، على الدقيق على حسب، كاين اللي تيشرب وكاين اللي ما تيشربش. صراحة هاد الكيكة جات واعرة. عندي هنا 2 خمارات، وغندير بيكربونات معلقة صغيرة، لان البنان تيكون تقيل والشكلاط كذلك خضرة تيكون تقيل، داكشي علاش تنديرو دايما معلقة صغيرة تاع بيكربونات. عندي 3 المعالق عامرين تاع الشكلاط غبرة. كلشي غنغربلو. هاني خلطت الكيكه مزيان، نتوما شوفوا الخليط كي جا. عندي هنا المول تاع المول العجيب، وانا كما تنقول لكم ديجا شعل الفران. مني تنبدا الكيكه تنشعل الفران. دابا غندخلها طيب. دابا غندير كريم باتيسير. عندي هنا نص لتر تاع الحليب زائد كاس، انا بغيت الكريمه تكون كثيره شويه. عندي 4 المعالق تاع السكر سنيده ما عمرينش، و3 المعالق كبار كذلك تاع كريم باتيسير، وجوج ساشيه تاع الفاني. انا الحليب هنا فاض ليا، غنخلط. غنزيد 3 المعالق كبار تاع الشكلاط غبره باش يعطيني اللون. هو تخلط ليا مزيان. دابا غنكبو على الخليط، وغنردو يطيب. انا حرت مع هاد البوطه. ها هو قرب يطيب. دابا درت ليه الشكلاط بيض. انا ما عنديش الشكلاط كحل، نتوما الا عندكم الشكلاط الكحل ديروه، ولكن تا هذا عطاه مذاق زويون. دابا نخلط مزيان. ها هي الكيكه طابت لينا، شوفوا كي جات خفيفه وجات معلكه من الداخل وجات رائعه بصراحه. انا هاد الكيكه ما غنقردهاش لاني غاديه بها عند شي ناس، داكشي علاش خليتها هكاك. دابا نكب ليها الكريمه. مولفه تنقطع معكم الكيكه. دابا غاديه بها عند شي ناس، داكشي علاش ما نقطعها، نخليها هكاك وسمحوا لي. نخليها دابا تبرد، الكريمه تبرد ليا، من الكيكه راه بردات. ها هي زوقتها بالقرقاع، واخا هكاك باقا سخونه شويه. يلا شدات راسها. نتمنى تعجبكم وتجربوها. هذه هي الكيكه تاعتنا بيضه وحده.